من كام يوم واحدة دخلت لي وهي متوترة قوي، ايديها بترتعش، نفسها سريع، وعينيها مليانة خوف. أول جملة قالتها كانت أنا بموت، نفسي مش داخل. سألتها بهدوء حاسة بإيه في جسمك؟ قالت لي حاسة إني قلبي بيجري، صدري مكتوم، حاسة إني هموت دلوقتي. اللي كانت هي حاساه مخيف، بس اللي كان مخيف أكتر إنها فاكرة إن ده موت مش نوبة هلع. قلت لها خليكي معايا هنا، بصيلي، وخليتها تركز على نفسها مش على الفكرة اللي دخلت فجأة. بعد دقايق نفسها بدأ يهدى، القلب هدي شوية والرعشة خفت. بصت لي وقالت لي هو كده خلص؟ قلت لها خلص، زي ما بيخلص دايما. الهلع مش بيموت، مش بيوقف القلب، مش بيجنن، هو بس انذار عالي قوي من الجسم. اكتر حاجة بتطول نوبة الهلع مش الأعراض، لكن الفكرة أنا بموت. ولما نفهم إن اللي بيحصل ده هلع مش خطر مش نهاية، الجسم نفسه بيبدأ يصدق الأمان. لو انت بتعدي بده، خليني أقولك حاجة مهمة، انت مش ضعيف، وانت مش لوحدك، وجسمك مش ضدك، هو بس محتاج يفهم إنك بأمان.